Hello everyone، أهلا بيكم في قناتنا لتعليم اللغة الإنجليزية English with Emily. هنا هنتعلم كلمات وقواعد وتدريبات تناسب طلابنا وأولياء الأمور. ومعانا الدرس النهاردة هو الدرس الثالث من اليونت 1 lesson 3 للصف الأول الإعدادي الترم الأول لسنة 2026 المنهج الجديد. let's get started. عندنا في أول حاجة في الليسون دون حاجة اسمها digital devices. عندنا شوية vocab لازم نعرفهم. أول كلمة achieved معناه يحقق أو ينجز. تاني كلمة task ودي بمعنى مهمة. tasks بمعنى مهام. assignments واجبات assignments. بعد كده speakers بمعنى سماعات speakers. webcam كاميرا webcam. microphone معنى مايكروفون. board games ألعاب لوحية. جنب التاني click headphones سماعات أذن headphones. mouse فأرة mouse. printer يعني طبعا printer. keyboard لوحة مفاتيح. notice board لوحة إعلانات. طيب لو نزلنا تحت شوية هنلاقي حاجة اسمها book quiz تدريب عبارة عن بيقول لك complete the following sentence using the word in the box. achieve keyboard task ask. يحقق أو ينجز keyboard اللي هي لوحة المفاتيح وtasks اللي هي المهام وask يعني السؤال أو يسأل. أول جملة معانا number 1 Our teacher gives us many نقط to do during the weekend. Our teacher give us many نقط to do during the weekend. يعني معلمنا أعطانا الكثير لنفعله في الأجازة. محتاجين نملي المكان ده فهنختار achieve يعني يحقق ولا keyboard ولا task مهام ولا ask يسأل. أيوة فعلا هنحط tasks يعني معناه إن معلمنا أعطانا مهام نحلها في نهاية الأسبوع. Our teacher give us many tasks to do during the weekend. السؤال التاني بيقول You should study hard to نقط your goals. يعني ينبغي عليك أن تدرس جيدا لتحقق أهدافك. goals يعني أهدافك. طيب عندنا هنختار achieve ولا keyboard ولا ask. فعلا achieve لأن معناها يحقق. You should study hard to achieve your goals. طيب معانا بعد كده I use the نقط to type on my keyboard. أنا بستخدم إيه عشان أكتب على الكمبيوتر. طبعا الكيبورد معروفة I use the keyboard to type on my computer. هنشوف اللي بعد كده كلمات تانية في lesson 3 بتقول أول كلمة typing يعني الكتابة على لوحة المفاتيح typing. تاني كلمة معانا هي video call معناها مكالمة فيديو call. بعد كده record يسجل record. print يطبع print. search engine notes ملاحظات. الجنب التاني presentation يعني عرض تقديمي presentation. helpful متعاون. school work واجب مدرسي school work. music موسيقى music. knowledge معرفة knowledge. معانا بعد كده نشوف الصفحة اللي بعد كده. أول حاجة عندنا بيورينا تصريفات الأفعال.
عندنا البريزنت والباست والتصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. طيب المستطيل بتاع تصريفات الافعال ده نحفظه زي ما هو، هنحتاجه في الكلام، واذا كان في المضارع ولا الماضي ولا في اي وقت من الزمن، فاحنا لازم نبقى حافظينه عشان نعرف نستخدم الكلمات دي في الجمل والزمن الصح بتاعها. زي مثلا عندنا اول كلمه هنمشي present past وهكذا. write يكتب، wrote written، write wrote written، say said said، say said said، tell told told، tell told told، come came come، come came come. طيب بعد كده عندنا شو اخدناه قبل كده، موضوع الكلمة ومرادفها والمضاد بتاعها. طيب عندنا الورد ask يعني يسأل، معناها inquire يستفسر، inquire. عكسها الأوبزيت بتاعها answer يجيب، answer. الكلمة اللي بعد كده achieve، achieve يعني يحقق، achieve. مرادفها succeed ينجز، succeed succeed. طيب الانتوميم بتاعها ايه؟ fail، fail يعني يفشل أو يرسب، fail. طيب الكلمة important، important معناها أو مرادفها necessary، necessary. طيب الأوبزيت بتاعها unimportant، unimportant. أوكي. طيب لو نزلنا تحت في المستطيل اللي تحتها هنلاقي البريفكس والسفكس اللي هي البديئات، مجموعة حروف بتتحط في نهاية كلمة وساعات بتتحط في أول الكلمة. اللي عندنا هنا بيتحطوا في آخر الكلمة. فعندنا بيقول لك الاي ار بتحول الفعل لاسم، زي مثلا عندنا الفعل ريكورد، ريكورد يسجل، هيبقى ريكوردر مسجل. عندنا الفعل برنت يطبع، عكسها ايه؟ هتبقى برينتر طبعا، يعني مش عكسها، هحولها لاسم يعني برينتر طبعا. طيب لو استخدمنا مجموعة الحروف اللي هي اشن دي اللي هي اي تي اي او ان، هنحول الفعل لاسم برضه. فعندنا فعل بريزنت، فعل بريزنت لما حطينا مجموعة الحروف دي بقى بريزنتيشن، بدأ من بريزنت يعني عرض، بقى بريزنتيشن عرض تقديم. طيب ام اي ان تي برضه بتحول الفعل لاسم. فعندنا assign اللي هي واجب، assign بقت assignment مهمة دراسية assignment. تمام، برضو نحفظ الكلام ده. عندنا هنا زي ما احنا شايفين exercise عبارة عن study للفوكاب. فبيقول لنا choose the correct answer from A, B, C or D. أول كلمة بتقول achieve and نقط are synonyms. achieve وكلمة تانية بيدوك ايه؟ achieve يعني يحقق، وكلمة تانية بتديك ها synonyms بتاعها هيبقى ايه؟ achieve and لو احنا حبينا نبص برضو مفيش مشكلة. فين achieve اهي، والسينما بتاعها اهو، ايوه بيديك succeed. احنا لازم نذاكرهم برضو. يديك succeed، succeed. اوكي. طيب اللي هي number A اللي هي الخانة A. اوكي. طيب السؤال التاني بيقول لك to form the noun of the verb assign we add the suffix we add the suffix بنحط ايه للاساينمنت عشان نحولها لاسم. هنحط لها ايوه اللي هي سي ام اي ان تي اللي هي سي. تمام. السؤال نمبر 3 بيقول we can change the verb record into a noun. نستطيع ان نحول الفيرب record لاسم by adding the suffix. لو حطينا او اضفنا له السفكس A ولا B ولا C ولا D.
مجموعة الحروف النهاية عشان نحوله لاسم. لسه واخدينها موجودة عندنا هنا اهي. assign record. ايوه هنحط لها ريكوردر ER هتبقى ريكوردر اللي هي نمبر بي. طيب الصفحة اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين دي نوتس عن الريدنج والليسننج، فعايزين نشرح ازاي بنستخدم used. used بتستخدم بالطريقة دي. أول حاجة بنحط فعل be قبل used، تمام؟ وبعد كده بتستخدم بطريقتين، اللي احنا نحط used to ويجي الفعل بعد كده في المصدر، يا إما نحط used for ويجي الفعل بعد كده أو الاسم المهم وبعد كده يكون في ing. طيب هنفرق ازاي؟ بيقول لك ان استخدام used to بيجي وراه الفعل في المصدر، زي الجملة اللي قدامنا دلوقتي بتقول لك the pen is used to write with، إن وظيفة القلم هي الكتابة. يبقى used to بتتكلم عن وظيفة الشيء، إن هو إيه؟ وظيفة الشيء اللي قبليه اللي هو إيه؟ الرايت، وظيفته إنه يكتب. القلم وظيفته إن هو يكتب. طيب لو إحنا عايزين نقول أو نستخدم used for، هنستخدم used for عادي زي المثال المكتوب قدامنا بيقول لك the keyboard واستخدمنا البي اللي هو is verb be verb to be اللي هو is اهو، وحطينا used for وبعدين حطينا الاسم في اي ان جي اهو، بقى اي ان جي بقى writing. طيب the keyboard is used for writing and typing. يبقى هو بيوصف لنا ان الكيبورد دي بتستخدم في نشاط الكتابة والطباعة، لكن used to بيوضح لنا وظيفة الشيء، لكن used for بتوضح لنا استخدام الشيء. اوكي. طيب بعد كده عندنا homework وassignment. طيب ايه الفرق بين homework وassignment؟ بيقول لك ان homework يعني واجب منزلي عبارة عن مهام قصيرة ومحددة يوم بيوم وبنحلها في البيت. زي ايه؟ المثال الاولاني عندنا هنا she does her homework before dinner، هي عملت الواجب بتاعها قبل العشاء. طيب assignment اللي هي مهام وواجبات. طيب assignment بتتقال لما يكون المهام والواجبات دي تكون معقدة وبتحتاج لوقت. تمام. وبتكون جزء من تقييم أداء الطلاب في الصف الدراسي. زي مثلا بيقول لك I use the keyboard to write my assignment. أنا استخدمت الكيبورد عشان أكتب المهام بتاعتي، مهام طويلة فأنا استخدمتها وكتبتها على الكمبيوتر. أوكي. هنيجي بعد كده هنلاحظ إن دي expressions prepositions تعبيرات وحروف جر. بيقول لك مهم. عندنا بيقول لك move around the screen. move around the screen التجول بالفأرة على الشاشة زي ما احنا بنعمل كده دلوقتي. move around the screen دي expressions. achieve tasks. achieve tasks يعني ينجح في أداء المهام. achieve tasks. خلاص. بعد كده record a presentation. record a presentation يعني يسجل عرض تقديمي. record a presentation. طيب show pictures videos notes يعرض صور فيديوهات وملاحظات. طيب write soon. write soon اكتب لي قريبا. write soon. طيب الاكسبريشن اللي بعد كده write assignments. write assignments. write assignments يؤدي واجبات أو مهام مدرسية. يؤدي واجبات أو مهام مدرسية. طيب الكلمة اللي بعد التعبير اللي بعد كده make a video call. make a video call. make a video call يجري مكالمة فيديو. make a video call. بعد كده talk online. talk online يعني يتحدث عبر الإنترنت. expression اللي بعد كده it's super helpful. it's super helpful إنه مفيد للغاية. it's super helpful. okay. عندنا prepositions مهمة برضو تحت. بص interested in. interested in مهتم بيه.
interested in. طيب tell someone about يخبر شخص عن. tell someone about ممكن someone دي نحطها بالشخصية يعني tell أحمد about tell أمل about. أوكي. بالبوزيشن اللي بعد كده click on ينقر باستخدام الفأرة على click on. طيب اللي بعد كده at the end of at the end of دي معناها في نهاية شيء at the end of. طيب الجنب التاني listen to listen to يعني يستمع إلى ready for ready for جاهز لي ready for talk to talk to يتحدث إلى شخص talk to أحمد talk to سمر talk to talk to. أوكي. الصفحة اللي بعد كده ده عبارة عن reading هنقراه مع بعض هنشوف بيتكلم على إيه مع بعضينا. ده عبارة عن رسالة بتقول تاليا بتكلم جوري أو هي رسالة مبعوثة من جوري لتاليا. أوكي. الموضوع بيقول لك subject digitals subject مع الموضوع مع digital devices. أوكي. هنقرا القطعة. Hi Talia, how are you? Today I want to tell you about the digital devices I use every day to achieve my task. ازيك تاليا؟ عاملة ايه؟ النهاردة أنا عايزة أحكي لك أو أقول لك عن الديجيتال ديفايسز اللي أنا بستخدمها عشان أنجز مهامي. First, I always to do my homework on the computer. أولاً أنا أستخدم أولاً أنا أستخدم الكمبيوتر عشان أخلص الواجبات دايماً. I use the keyboard. بستخدم الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح to write my assignments لكتابة المهام الطويلة. It's used for writing and typing. أنا بستخدم الكيبورد في الكتابة والطباعة. used for هي زي ما احنا قلنا استخدمنا is اللي هي الفيرب to be و used for وبيقول لك استخدام الشيء writing and typing العائد على الكيبورد. اوكي. I also use the mouse. أنا أيضا استخدمت الماوس اللي هو الفأرة to move around the screen لأحركها على الشاشة and click on things وأضغط على الأشياء اللي أنا عايزاها. When I watch videos or listen to music عندما أشاهد الفيديوهات أو أستمع إلى الموسيقى I use my headphones or speakers. أستعمل سماعة الرأس أو سماعة خارجية. If I want to make a video call with my friends online I use webcam. لو أنا أريد أن أعمل مكالمة فيديو مع أصدقائي أونلاين بستخدم الكاميرا الويب. Sometimes أحيانا I have to record a presentation for a class. أنا المفروض اللي أنا بسجل ساعات أنا بسجل عرض تقديمي للفصل. That's when I use the microphone. ده عندما أنا بستخدم الميكروفون. At school في المدرسة my teacher use a smart board. في المدرسة معلمي يستخدم اللوحة الذكية to show us pictures, video and notes. يعني عشان يورينا صور فيديوهات ويورينا نوتس يعني الحاجات اللي هو عايز ايه يوضحها لنا اللي هي زي ملاحظاته يعني. At the end of the day في نهاية اليوم I print my homework using the printer. في نهاية اليوم أنا بطبع الواجب بتاعي
عن طريق البرنت اللي هي الطبعة. It's super helpful. Write soon and tell me about the digital devices you use. It's helpful يعني بيقصد ان هو بيساعده مساعدة جامدة يعني. وهي بتقول لها write soon اكتبي لي and tell me about the digital device you use. وقولي لي برضو ايه الديجيتال ديفايس اللي انت بتستخدميها. هي بعد كده خلصت. الصفحة اللي بعد كده. عندنا في الصفحة دي حلوها مع نفسيكوا، استخدموا الكتاب وحلوها مع نفسيكوا عشان هتفيدكوا وتخليكوا تسترجعوا المذاكرة. عندنا هنا ده عبارة عن exercise. اوكي، الاكسرسايز ده هيدينا تدريب عن اللي احنا خدناه من شوية، فنركز مع بعض ونحاول نفكر الإجابة هتكون ايه. أول سؤال معانا أول سؤال أصلا بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. طيب. Number one, Sarah wants to not her goal to be a computer programmer. Sarah wants to not her goal to be a computer programmer. يعني سارة تريد تحقق هدف عشان هي يعني تحقق هدف ان هي عايزة تبقى مبرمجة كمبيوتر. عندنا A forget, B achieve, C lose, D stop. فكروا فيها كده، دي مراجعة كلمات فلازم تفكروا فيها. الإجابة الصح achieve فعلا. She wants to achieve her goal to be a computer programmer. Okay. Number two, our teacher give us 3 نقط to do before the weekend. معلمنا أعطانا 3 إيه عشان نفعلهم قبل نهاية الأسبوع أو قبل الأجازة. games, toys, tasks, gifts. ثانيتين كده فكروا. برافو عليكم. tasks. Our teacher give us 3 tasks. Okay. Number 3, the study worked hard. لا, the students worked hard to finish their note on time. The students worked hard to finish their note on time. التلاميذ عملوا ايه وذاكروا كويس او اشتغلوا على ايه جامد عشان يخلصوا ايه في ميعاده. breakfast ولا games ولا assignments ولا parties. أكيد assignments. The student worked hard to finish their assignments on time. مهامهم الطويلة. السؤال رقم 4 بيقول we need bigger نقط for party. We need bigger نقط for party. عندنا smart boards, speakers, rules, draws. هو بيسألنا وبيقول إن إحنا نحن نحتاج إيه كبير عشان الحفلة. فعلا speakers، بنحتاج speakers عشان نشغل الأصوات. فعلا الإجابة صحيحة. طيب نزلنا تحت شوية اللي هي number 7. أوكي. number 7 بيقول the نقط helps me type words on the computer. The نقط helps me type the words on the computer. ايه اللي بيساعدني
أكتب كلمات على الكمبيوتر. مايكروفون، سكرين، كيبورد، ماوس. Excellent. Keyboard. Okay. Number 8. I forgot my نقط so I couldn't listen to music. I forget my. أنا نسيت إيه بتاعي. لذلك أنا لا أستطيع الاستماع إلى الموسيقى. نسيت إيه بقى؟ printer, smart board, headphones. هي فعلا هي سهلة. headphones. I forget my headphones. Okay. سؤال number 9. He used his نقط to make calls and connect to the internet. هو بيستخدم إيه عشان يعمل مكالمات ويتصل بالإنترنت؟ سمارت فون، سمارت بورد، كيبورد، ماوس. Excellent. سمارت فون. سمارت فون. أوكي. عندنا سؤال بيتكلم عن الإكسبريشنز والبريبوزيشنز. فنمبر 10 بيقول نقط the end of the day we play sports together. في نهاية اليوم بنلعب بنلعب مع بعض ألعاب رياضية. في نهاية اليوم. أيوة احنا حفظنا الإكسبريشنز بقى خلاص فنقدر نجاوب. فهنقول إيه؟ At the end of the day we play sports together. Okay. Number 11. Students have to their assignments before Friday. التلاميذ المفروض إن هما إيه؟ المهام قبل يوم الجمعة. watch, write, move, belong. صح. Right. Students have to write their assignments before Friday. 12. I am really interested not science and space. أنا فعلا مهتم بالعلوم والفضاء. فنستخدم I am really interested in. Interested in. Okay. 13. A printer is used for not text or images on paper. A printer is used for text or images on paper. Print, printing, prints, printed. البرنتر ليها استخدام في طباعة الصور والكلمات. used for. احنا قلنا used for بيجي بعدها ايه؟ الفعل في ing فماشي بقت ايه؟ printing. برافو عليك. printing مش بيجي بعدها مصدر. بيجي بعدها مصدر هي used to. اوكي فهنا هي هتبقى printing. اوكي دي هي نمبر بي. اللي بعد كده احنا خلصنا. مفيش اي مشكله. احنا كده خلصنا الليسون ده. لو عجبكم بالفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وخليكم متابعين معانا عشان نكمل باقي الليسون.